في قرية صغيرة كانت فيه بيت قديم مهجور. كل اللي عايشين في القرية كانوا بيقولوا إنه البيت ده مسكون. كانوا بيحكوا إن فيه روح سابت جسدها وفضلت معانا بتظهر في الليل. في ليلة من الليالي قرر مجموعة من الشباب إنهم يدخلوا البيت ده عشان يشوفوا إذا الكلام ده صحيح ولا لأ. كانوا 4: علي وسارة ومحمود وريم. الجو كان ضبابي والنجوم مش باينة. لما وصلوا عند الباب قلبهم كان بيخبط. علي قال يلا بينا، مفيش حاجة تخوف. لكن سارة كانت حاسة بشيء غريب. المفروض إنهم يشغلوا الكشافات بتاعتهم، بس محمود قال الأحسن نطفي النور عشان يعيش الجو. وفعلا طفوا الكشافات وبدوا يمشوا في الظلام. فيه ريحة عفنة والأصوات اللي في البيت كانت غريبة زي همسات بعيدة. فجأة سمعوا صوت ضحكة خفيفة. ريم اتجمدت في مكانها وقالت سمعتوا ده؟ علي رد مفيش حاجة، يمكن من بره. لكن سارة كانت شايفة خيال في الزاوية. قالت في حد هنا. الكل بصوا بس ما كانش فيه حد ظاهر. بدأوا يمشوا في الأوضة ولقوا صور قديمة على الحيطان وحسوا برودة غريبة. ريم قالت حسيت بشيء غريب كأن في حد بيشاور علينا. ومع مرور الوقت بدأوا يحسوا بوجود روح في المكان. كانوا شايفين أضواء خفيفة وأحيانا يسمعوا صوت خطوات من وراهم. محمود كان بيتحجج ويقول يمكن عيب في المكان، لكن سارة كانت مصممة في حاجة مش مظبوطة هنا. وفي الوقت ده ظهرت لهم صورة واحدة كان فيها بنت صغيرة عيونها كانت حزينة. ريم قربت من الصورة وفجأة الشاشة اتقطعت وصوت صراخ جاي من كل حتة. الكل اتخض وجروا ناحية الباب، لكن الباب كان مقفول. بصوا لبعض وهم مرعوبين. فجأة صوت جانبية قال ليه سبتوني؟ الصوت كان ضعيف لكن حزنها كان واضح. سارة قالت مين هنا؟ لكن ما كانش فيه رد. وفي نفس اللحظة رجعوا يشوفوا الصورة ولقيت البنت الصغيرة بتبص عليهم. محمود حاول يتكلم احنا مش عايزين نأذيك، لكن الصوت رد محدش سأل عني ومحدش حبني. ومع كل كلمة كانت بتقولها كانوا يحسوا بكأنها قريبة جدا. في اللحظة دي سارة قررت إنها مش هتسيب البيت من غير ما تعرف الحقيقة. بدأوا يدوروا على أي دليل يقدر يفسر وجود الروح. لقوا دفتر قديم مكتوب فيه قصص عن البنت الصغيرة اسمها ليلى، واللي كانت عايشة في البيت مع عيلتها. ليلى كانت دايما لوحدها، عيلتها ما كانتش مهتمة بيها. وفي يوم من الأيام اختفت. ريم قالت يمكن هي محتاجة مساعدة. الكل اتفقوا إنهم لازم يساعدوها. قرروا إنهم يتكلموا مع الروح وبدأوا ينادوا عليها ليلى إحنا هنا. وفجأة الصوت رجع ممكن تساعدوني؟ عايز أرجع لجسدي. الكل اتلقوا بصدمة. سارة حاولت تطمئنها إحنا هنساعدك بس قوليلنا إزاي. الجو في البيت بقى متوتر والروح بدأت تظهر بشكل واضح كأنها بقت موجودة بينهم. ليلى قالت أنا عايزة تعودوا لي جسدي بس لازم تلاقوا حاجة تذكارية مني. بدأوا يدوروا في الأوضة وكل واحد فيهم بيدور في اتجاه مختلف. وفي آخر الأوضة ريم لقت دبوس صغير وكان مكتوب عليه اسم ليلى. فرحت وصاحت لقيته ده بتاعها. رجعوا ليلى الدبوس والجو اتغير. حسوا بسلام في المكان وروح ليلى بدأت تبتسم. قالت شكرا دلوقتي أقدر أرتاح. وفجأة كل شيء هدي. الباب اتفتح بروحه وبدأت تروح، بس قبل ما تختفي قالت محدش ينساني. وبعدها اختفت. خرجوا من البيت وكل واحد فيهم كان حاسس بشيء مختلف. علي قال يمكن فعلا في أرواح ومش كلهم شر. وسارة كانت راضية. حسوا إنهم عملوا حاجة مهمة، ومن ساعتها كانوا كلهم عارفين إن الروح اللي سابت جسدها مازالت موجودة في ذكر